عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم فيديو جديد من قناتي ام زياد وجنى كل حياتي. ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناة لو لسه مش مشتركة، وتفعلوا زر الاشتراك عشان يوصل لي كل فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض غدا بسيط جدا. النهارده هنعمل صنفين حلوين كده. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل مكرونه بشاميل، وهنعمل النهارده كمان بطاطس محشيه باللحمه. يلا كده بينا نسمي بسم الله. بس ما تنسونوش بقى تدعموني باللايك بتاعكم الجميل، وتشجعوني كده في الكومنتات بتاعتكم الجميله اللي هتشجعني وتحفزني. زي ما انتم شايفين سلقت المكرونه، وعندي كمان الكسرونه اهيت عشان ابدا اعمل ايه اللحمه المعصجه بتاعتي. جبت كسرونه حطيتها على النار من غير اي زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. حطيت البصله بتاعتي تمام زي ما انتم شايفين. هنا كده بنشفها كده من اي ميه او اي حاجه فيها البصله. وبدات ان انا احط مكعبين زبده، واحط شويه زيت كمان. هنقلب كله دوت مع بعضه. هنقلب الزيت مع الزبده مع شويه البصل. انا بنشف كده البصل الاول. في حاجه كده كويسه جدا انا جربتها، وصراحه هي صراحه بتفيدني. اللي هي اللي هي البصله ما يكون فيها ميتها وانت حطاها على الزيت بتشرب زيت كتير جدا. لكن لما يكون انت بتنشفي البصله من اي سائل فيها، في كسرونه او في مقلايه او اي حاجه، ما بتشربش منك زيت. اللي بصراحه انا جربتها كذا مره، ودي طريقه عن تجربه. يعني انا جربتها عن تجربه، وجربوها على الطريقه بتاعتي ديت، بجد هتستفادوا منها قوي. هنا حطيت اللحمه. اللحمه بتاعتها هي مفرومه. بدات ان احطها مع البصله. اول ما البصله دبلت كده شويه، قمت على طول حاطه اللحمه بتاعتي. زي ما انتم شايفين هبدا اقلب بس فيها كده، واحط لها شويه زيت، عشان حسيت ان ان الزيت قليل فيها شويه، فهبدا ازودها شويه زيت صغيرين. انا ما بزودهاش زيت كتير لان هي في قلبها طبعا نسبه دهن، فطبعا هتبقى هتنزلك الزيت بتاعتها. هنا حطيت شويه شطه اهو زي ما انتم شايفين، شويه شطه. وهحط شويه كمان بهارات لحمه. يعني بالتقريب كده انا بحط كده بالتقريب، بس هو بمقدار كل واحده معلقه صغيره. وحطيت فلفل وشطه وبهارات لحمه وفلفل. ده اللي انا بحطه. وبحط بقى كمون. وحطيت هنا كمون. الحبه الاخرانيين اللي حطيتهم دول كمون كمان. يبقى حطيت فلفل من غير ملح. اول ما تبدا خلاص انها تخش في السوي ببدا احط لها ملح. ما بحطلهاش دلوقتي ملح خالص. بحط لها شطه، واحط لها فلفل وكمون. ما بكترش الكمون، ندعه صغيره خالص، يعني بطرف المعلقه كده بتاعتك، وتقوم حاطه كمون. وتحط شو بدات خلاص انها اتفلفلت معايا كده وبقت جميله. بدات انها تدخل في السوي، وقمت على طول حاطه لها شويه ملح. شويه ملح يعني معلقه صغيره ملح. هبدأ هنا هسيبها على النار انها تاخد سوي وتكمل سويها على نار هادية مش نار عالية. وابدأ على طول اجيب البطاطس بتاعتي واقورها كده علشان احشيها. طبعا البطاطسية بتاعتي انا بجيبها مش كبيرة. انا بجيبها وسط كده في الحجم اللي انتوا شايفينه دوت. وابدأ ان انا اقورها مش كتير. انا مش عايزاها رقيقه، انا عايزه يا دوبك بس باخد بخلي بس القلب بتاعها بسيط قوي عشان اقدر احشيها، بحيث ان انت بتيجي تاكليها تحس انت بتاكلي بردك بطاطس معاها. مش بتاكلي بطاطس رقيق كده ما فيش في قلبه لحمه ولا بطاطس. لا، يبقى كلها لحمه ومن غير بطاطس. لا، انا بحاول ان هي يبقى في قلبها سمكها كويس وفي الوسط، وانا مش اخده منها مهدره بطاطس كتير ولا اي حاجه. لا، زي ما انتم شايفين بالطريقه اللي انا وراكم بها دي. اهو بدات ان انا اقور البطاطس بالمقوره بتاعتي اهي. عايزه تقوريها التقويره الصغيره ديت وتحشيها لحمه براحتك. عايزه تقوري كمان زي ما انا بعمل كده براحتك برضو، حاجه ترجع لك. زي ما انتوا شايفين بدات ان انا اقورها. الحشو بتاعي ده كله انا مش هرميه، هحطه في قعر الصينيه. هنبدا نعمل مع بعض بعد ما قورت البطاطس نقعتهم في شويه ميه علشان ما يسودش معايا. وهبدا بقى اجيب الكسرونه بتاعتي، وهبدا احط بقى شويه زيت ومعلقتين زبده حلوين كده. وقبل ما يسخنوا كده معايا ويسيحوا، هبدا على طول هعمل احط معلقتين دقيق كبار او 4 معالق دقيق كبار. هما اللي كانوا عندي 4 معالق دقيق كبار اهمت. دول انا حطيتهم عشان اعمل البشاميل اللي معاكم. طريقه البشاميل طريقه سهله وبسيطه جدا، بس خلي بالك ان الدقيق ما تحرقهوش. يبدا بس يصفر كده بسيط كده، وتبدا على طول تحطي اللبن. واللبن تحطيه بتدريج كده مع التقليب المستمر. اهو. اهو زي ما انتم شايفين كده ايدي فيها على طول، ما بسيبهاش عشان ما تتلسعش مني.
وتكلكع من تحت وتبقى مهاش حلوه، مش هتعرفي تفكيها ولا تظبطيها. ايدك فيها على طول كده. جبت بقى المضرب بتاعي وابدا اقلب التقليب على طول على نار متوسطه، ومش نار عاليه ولا نار هاديه خالص. وابدا كان عندي كيس خلطه البشاميل اللي هو من ماركه كنور. تمام. وابدا ان انا احطه الكيس بتاعي. عايزه تحطي حطي، مش عايزه براحتك. انا بنكه بس الطعم عشان اخلي نكهه البشاميل تبقى اعلى شويه. فطبعا انت حاطه زبده، يعني النكهه بتاعتها بتبقى جميله جدا. وهحط كمان دلوقتي كريمه لباني. دوت على حسب اختيارك، عايزه تحطي حطي، مش عايزه براحتك. انا حطيت هنا معلقه صغيره كده بس عشان احس بالدسامه، بس في البشاميل احس انها دسمه شويه. تمام. وهنا رشه فلفل وملح. مش هحط اكتر من كده، ملح وفلفل مع خلطة البشاميل اللي هو كيس كنور. وكمان السمنة الزبدة بتاعتي مع شوية الزيت، وحمرت الدقيق بتاعي. هيطلع لك احلى بشاميل. تبدأي بالتقليب المستمر كده، ايدك على طول فيها، ما تسيبهاش وتروحي في حتة علشان ما تلسعش منك او تكلكع منك ومش هتعرفي تفكيها الا باللبن. لو تقلت منك تبدأي تفكيها باللبن. حاولي تعمليها سمك كويس، يعني ولا هي خفيفه قوي ولا هي تقيله قوي. وتبداي تحطي فيها تبداي بالتقليب بتاعها مستمر لغايه ما ما تبقى كويسه معاكي. السمك بتاعها يبقى كويس. هنا حطيت حبه طماطم. هم عايزين فيها بقى طماطم. تمام. فانا جبت طماطم في اللبانه بتاعتي اللبن. وقمت مسخناها شويه على النار، حطيت لها ملح وفلفل بس. وابدا الطبقه اللي هي تحت المكرونه ديت هقلبها بشويه طماطم اللي انتوا شفتوهم معايا دول، انا حطيتهم كده على النار يسخنوا. يا دوبك بسخنوا بس. واقوم شايلهم. هنا الصينيه بتاعتي انا كنت مسخناها على النار. وبدات اسيح زبده. مكعب زبده حلوه كده، بدات ان انا اسيحه بس فيها عشان يبقى ديت الطبقه بتاعتها اللي انا احط عليها المكرونه بالصلصه. صلصه الطماطم. حطيت لها ملح وفلفل بس. يا دوبك دفيتها بس على النار. وابدا على طول انزل بالتقليب مع المكرونه. وبعد ما اقلبها مع المكرونه وابدا على طول انزل بها في الصينيه. طبعا مش مكتره مكرونه عشان ما تحسيش انت بتاكلي مكرونه مش بتاكلي بشاميل. اهو زي ما انتم شايفين، يا دوبك بس تغطيه بس ان هم مرصوصين جنب بعض وبس. اهو كده برصصهم كده بس جنب بعض. هبدأ بقى شوية المكرونات التانيين اللي هما في الآخر. هجيب بقى شوية بشاميل. شوف السمك بتاعي، البشاميل بتاعي جميل جدا. حسيتيها انها تقلت بعد ما انت شلتها من على النار، زودها شوية لبن. وقلبي بقى فيها. هنا قلبت اهوت المكرونة مع شوية البشاميل اللي هما الطبقة الأخرانية اللي أنا أحطها. وأبدأ بقى أجيب اللحمة المعصجة بتاعتي. طبعا خلصت أهيت وبقت جميلة. ظبطها فيها الملح والشطة والفلفل، التوابل بتاعتها مظبوطة، كل حاجة فيها مظبوطة. على طول ابدا بقى انزلها على طول على المكرونه. انا ما بكترش لحمه في قلبها كتير. ولا انا مكتره ولا انا مقلله. يا دوبك بس مغطياها اهي زي ما انتم شايفين. فبعمل حسابي ان انا كمان هقسمها، انا هاخد منها كمان هحشي منها بطاطس. اهو. ببدا بس كده ان انا بطط عليها كده، اطبطب كده عليها بالراحه كده بالمعلقه بحيث ان هما يتماسكوا في بعض. اهو زي ما انتم شايفين، طريقتها بسيطه جدا وسهله، مفيش فيها اي حاجه. هبدأ بقى اجيب المكرونة بتاعتي وابدأ ارصها كده فوق اللحمة. هفردها كده فوقها كده واسويها. علشان انا عايزاها تبقى كلها طبقة واحدة، ما تحس ما تيجي تقطعيها تلاقيها طالعة خرطة حلوة. كل اللي جرب الطريقة بتاعتي ديت يكتب لي في الكومنتات ويقول لي ايه رأيه في الطريقة بتاعتي الجميلة ديت. طريقتها في البشاميل وطريقتي في التسوية وطريقتي في كل حاجة من اللي انا بعملها. يا ريت كل حد اي حد جرب اي حاجة من الطريقة اللي انا بنزلها يكتب لي في الكومنتين كده في الكومنتات ويشجعني كده يقول لي انا بعمل وايه اللي جربه وايه اللي ما جربوش والطريقه بتاعتي صح او لا، او لسه ما جربوش وشايف ان طريقتي كويسه او حاجه يكتب لي بردك في الكومنتات ويشجعني بيها. زي ما انتم شايفين كده انا بحاول بس ان انا اسويها تبقى كلها متساويه جنب بعض. هبدا بقى اجيب بقى البشاميل بتاعي بقى كله احطه. اهو زي ما انتم شايفين. طبعا التغليفه بتاعت البشاميل هتغطي لي الصينيه كلها. هغطيها كلها اهوت يعني البشاميل اللي انا حاطاه دوت يدوبك مظبوط جدا، المقدار بتاعه مظبوط، ولا هو كتير ولا هو قليل. انا حاطه قد ايه لبن؟ انا حاطه رتل وشويه، يعني رتل وكوبايه. هي عايزه مني كوبايه، يعني حسيت ان هي تقلت معايا شويه لما سبتها على
على رخامه لما اخلص اللي ورايا اللي هي المكرونه وكده. يا دوبك كانت حسيتها بتكرمش في بعضها عشان احنا في الشتاء، فطبعا بتمسك في بعضها شويه. فزودتها كوبايه ميه، لفت كوبايه سوري كوبايه لبن، وقمت لفاهم بعض. وبدات ان انا ايه انزل على طول إيه على المكرونه بتاعتي. جبت بقى ايه مكعب زبده، وبدات ان انا اقطع منه حتت صغيره كده علشان ايه تحمر لي الوش. ما بكترش سمنه ولا بكتر زبده، عندكش زبده استخدمي ايه سمنه براحتك. عندي هنا كمان البطاطس بتاعي اللي انتوا شايفينه دوت ان انا عاملاه طريقه سهله وبسيطه جدا. البطاطس اللي انا مقطعاها بتاع الحشو كلها حطاها في القعر الصينيه، وهبدا بطايه بطايه ان انا ايه احشيها. هبدا بقى ان انا ايه احشيها واحده بواحده كده بالمعلقه اهوت. طبعا هي لسه سخنه مش عارفه ان انا امسكها ايه واعملها بايديا. تمام، همسك واحده واحده كده من البطايه كده واحشيها. وطبعا البطاطس بتاعي اللي هو طالع من الحشوه بتاعي الفحر بتاع البطاطس انا ببرموش بيتاكل معاها اهو. كده قربت لكم الكاميرا اهو عشان تشوفوا انا ايه بحشيها. بصراحه والله بجد طعم جميل جدا. طبعا انا ما بعملش جنبه رز، يعني انتوا لو حابين رز كلهم، لكن هي صراحه هي كده جميله جدا اهي. حشيت البطاطس باللحمه المعصجه، وعملنا البشاميل بتاعنا. طبعا البشاميل بتاعي انا سخنته الفرن وحطيت الصينيه بتاعتي في الفرن في شبكه كده في النص. ما حطيتهاش في قاع الفرن ولا حاجه، لا انا حطيتها في النص وسخنت الفرن كويس. وبدات ان انا ايه احشي ايه البطاطس بتاعتي اهو. هنا بكمل ايه اي لحمه لسه فاضله عندي اكملها في ايه. لو شايفه البطاطس لسه مش مكتمل باللحمه ببدا ان انا اكملها. لو فضل مني اي لحمه برضو بكملها برضو في الصينيه، بحطها كمان في الصينيه تدي لها طعم، بحيث اللي ياخد الخلطه البطاطس اللي تحت بياخدها بايه بطعم اللحمه اه. الصينيه بقت ايه جميله جدا على قد الغدا، وعد عددنا كده مظبوطه جدا اه. كده خلصنا الصينيه بتاعتنا. نجيب بقى ايه الطماطم بتاعتنا اللي احنا ايه عصرنا، ونبدا نحط لها التوابل بتاعتها عشان نحطها من فوق الوش ونولع عليها على ايه على النار. بس انا حطيت هنا معلقتين اهمت اللحمه اللي فاضلين معايا، بدات ان انا احطهم كده ايه مع البطاطس اهو. جبت بقى اهو الطماطم اللي انا عصرتها، جبت بقى ايه حطيت عليها ملح وفلفل بس، مش هحط اكتر من كده. وحطيت شويه شطه صغيرين بس مش اكتر من ولا اقل. وكمون. طيب يلا يا ستي، وحطيت لك كمون كمان وشويه بابريكا نظبط العمل اهو. حطينا شويه ايه شويه ملح وفلفل وشطه وبابريكا، بابريكا اللي هي الحلوه، وشويه شطه. ونقلب كله بقى مع بعضه. يلا يا جماله، بصراحه تحفه جدا، مفيش احلى من كده. طبعا انا ما بملاهاش كلها طماطم، انا يا دوبك بس عايزاه نص الصينيه بس تبقى ايه متغطيه بس بالطماطم. وحطيت شويه زيت اهمت واحطها ايه غطاها على بغطا، واحطها ايه على البوتاجاز تتسبك ايه مع نفسها، وبعد كده ادخلها الفرن. طبعا زي ما انتوا شفتوا الوقت الصينيه كانت لسه مدخلاها اهوت المكرونه، يا دوبك كانت لسه بتسخن مع بعضها. كده خلصنا الصواني بتاعتنا الجميله اهيت، بألف هنا على كل اللي اكلهم، بصراحه في منتهى الجمال. الصينيه متحمره جميله ازاي. وهنا بدات ان انا اقطع واوريكم شكلها اهوت، وانا مقطعه في الاطباق وحاطه اهوت في الاطباق غرفه. يلا بالف هنا، اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، وما تنسوش باللايك والاشتراك. مع السلامه.